بصوا بقى يا جماعة، في الفيديو ده أنا هوريكم أنا عملت إيه في خلاط ومطحنة رافال، وأنتوا الحكم ليكم. تعالوا أوريكم أنا عملت مجموعة من العصاير أخبارها إيه. حطيت مجموعة من التلج تقريبا لتلت الخلاط، وحطيت كمان الفاكهة كاملة، ومش أي خلاط يتحط فيه التلج عشان نقدر نجرشه. حطيت شوية من اللبن وعسل أبيض أنا بحلي بيه، لكن لو حابين سكر مفيش مشكلة. وطبعا عصرة ليمون. قفلت الخلاط وبدأت أضرب. هو عنده مفتاح للتحكم ومفتاح لزيادة السرعة. بصوا كده، ما شاء الله طحن في ثانية الجوافة بتاعتي كاملة مع التلج. شايفين القوام؟ هوريهولكوا دلوقتي. أول ما صفيته بصوا التصفية، شايفين القوام؟ لا في تكتلات ولا في قطع، وكله ما شاء الله شايفين سلس وجميل ازاي. وعمل معايا حوالي لتر كبير او لتر وربع، وكمان مج يعادل كوبايتين. وكده انا كمان ما مليتش الساعة الكاملة بتاعة الخلاط. هجرب هنا بقى التمر اللي بالنوى. انا يا جماعه طحناه بالنوى مع التلج واللبن، وهبدا بقى اضربه ضربه كبيره. وبرده انا مش ماليه الساعه اللتريه الخاصه بشفشق الخلاط، هو ياخد اكتر من كده. بصوا بقى التصفيه بتاعتها يا جماعه، ده فرم التمر بالنوى بتاعه. شايفين الخليط سلس وناعم ازاي؟ تحفه يا جماعه ما شاء الله. طيب تعالوا بقى نجرب تجربه كمان. بصوا ملالي قد ايه، بس انا برضو عامله الكميه اللي انا محتاجاها. طيب تعالوا بقى نجرب في الخلاط. انا حطيت هنا تمر هندي وحطيت كركديه، كل دول مجففين وقطع زي ما انتم شايفين. وهبدا اضيف عليهم مجموعه من التلج وميه طبعا ساقعه. وانا مش بحلي في الاول لان انا بحب انقع الخليط كده يكون مركز. هضربهم بقى مع بعض كلهم في الخلاط مره واحده. اتفرج كده ونشوف مع بعض هيطلع اخبار القوام بتاعهم ايه. ضربنا ضربه كمان. بصوا الخليط خفيف وجميل ازاي. انا بسيبه فيه شويه رواسب بسيطه قوي، انا بسيبها عشان دي تعزز الطعم عندي، وبتخلص منها وقت ما باجي احلي بالسكر. تعالوا بقى نجرب التجربه دي رائعه يا جماعه. العصير ده للمناعه حلو قوي. انا حاطه هنا بنجرتين كاملين، حاطه لبن، وحاطه تفاحه مقسومه اتنين، حاطه كمان جزر، وحاطه برتقانه كامله. تعالوا بقى نجرب مع شويه من اللبن وشويه من مكعبات التلج والعسل الابيض. ونبدأ بقى نخلط الخلاط بتاعنا من رفع. شوف كده قوته ايه في اخبار القطع الكاملة بتاعة الفاكهة. بصوا كده، هبدأ اشغل. اول ما بدأت ما شاء الله الفرم، بصوا القوة بسم الله ما شاء الله. بصوا الخليط يا جماعة، بصوا مفيش تكتلات، مفيش قطع، مفيش اي حاجة، ما اخدش معايا ثواني قدام حضراتكم. وطبعا نقدر كمان السعلترية نزود فيها زي ما احنا عايزين، عمر ما هيطلع بره لانه ليه غطا محكم كويس جدا. بصوا الجمال. تعالوا بقى، انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان المطحنه دي صغيره بس جباره. تعالوا نجرب. حطيت شويه من اليانسون النجمي، وشويه من القرفه العود، وشويه من جوز الطيب الكامله، وكمان حبوب من الكباب الصيني والفلفل الاسود الحب والحبهان، وكمان كام صباع من الكركم. هبدا اضرب. بصوا تقطعات كده في الضرب. بسم الله ما شاء الله. شايفين الضرب ما شاء الله طالع ازاي؟ ده انا كده كمان ايه ما زودتش، يعني انا مش عايزاها توصل للنعومه الفظيعه. انا بحبه شويه كده عشان يدي طعم حلو قوي. لكن شوفوا ما مليتش الكميه كلها، دي كده تقريبا ربع المساحه بتاعتها. تقدر تاخد معانا اكتر من كده لحد نص لتر. بصوا بقى الجمال. شايفين الفرق؟ في ثواني خليته بودره ازاي. واهم نقطه بفكر حضراتكم بيها ان احنا لازم نحط ايدينا كويس على الخلاط او المطحنه اثناء التشغيل، علشان الموتور ما شاء الله قوي جدا، ما ينفعش نسيبه. انا دي كانت تجربتي مع الخلاط من رافال ومع المطحنه بتاعته. اتمنى حضراتكم كمان تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه بصراحه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.